السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اسف ان انا الفترة اللي فاتت دي ما كنتش معاكم. ان شاء الله بإذن الله خلال اليومين اللي جايين دول هنبقى مع بعض، وايا كان الاحداث اللي الواحد بيمر بيها اهي بيتقويه وبيتعلم منها. بإذن الله هنكون مع بعض ومفيش حاجة هتفرقنا. وقبل ما تسألوا وتقولوا انت هتقدم محتوى ايه، المحتوى هو اللي احنا عايشين فيه، الأحداث المحيطة بينا. هيبقى عبارة عن أول حاجة اللي الناس بتجري عليها كتير، الفلوس. المحتوى هيبقى الفلوس. نص أرباح القناة دي بإذن الله هتبقى الجمهور سيزر. دي أول حاجة. تاني حاجة هنحاول نفيد بعض ونستفاد. اللي خلاني اختفي فجأة الله يرحمه ويسامحه في الجنة بإذن الله، أخويا، فعلا أخويا، ابن عمي وابن خالتي في نفس الوقت، محمد عبد الله علاء الدين. الله يرحمك يا حبيبي، وإن شاء الله في الجنة بإذن الله ربنا يرزقك بالحور العين. هو في حياته ما اتجوزش في الدنيا، ما حصلش ان ربنا كتب له نصيب. ان شاء الله باذن الله يكون في الجنه. انا لحد دلوقتي مش مستوعب ان هو راح مش هشوفه تاني، بس بدعيله من كل قلبي ولحد ما اخلص رسالتي، لان انا عارف الرساله اللي ربنا خلقني عشانها. لحد ما اخلص رسالتي باذن الله وحصلوا ونبقى في الجنة مع بعض. ما تقلقوش، وانا طلعت اعتذر لكم، وفي اقرب فرصة بإذن الله. كان في شوية مشاكل بس كده حصلت في المتجر. ان شاء الله بإذن الله هننزل بفكر جديد وحاجات جديدة مفيش عقل في البشر هيستوعبها. مبدئيا البرنامج بتاع مكافآت الصباح رباح ان شاء الله باذن الله هيكون صدقه على روح ابن عمي وابن خالتي، وصدقه على اي مسلم ربنا توفاه. وده هدفنا في الحياه. كده كده الحياه فانيه، وما تقلقوش قريب قوي هتلاقيني طلعت لكم وعيلتنا هتكبر، وكل ده هتفهموه بإذن الله في فيديوهات جاية. ما تنسوش تشتركوا في القناة. وآسف إن أنا غبت عليكم، معلش، كنت متأثر جامد جدا، لأن الموت الفجأة ده بيبقى صعب. الله يرحمك يا أخويا محمد علاء. واستنونا في فيديوهات جديدة، يكون الواحد تعدى بالأزمة دي والمشاكل اتحلت، وفي ناس تانية بتحاول تنضم وتبقى معايا في المتجر. بنحاول نظبط الدنيا واللي جاي أحسن إن شاء الله. حبايب قلب سيزر، ما تنسوش تنزلوا تدعوا في الكومنت. يلا، سلام عليكم.